للاسف بعد ما خلصنا تعليم اكتشفنا ان الرياضيات هي اساس كل شيء. يعني في ناس بتبقى داخله علم رياضه في اول سنه اولى ثانوي، وشفت نماذج كتير زي كده، يخش اولى ثانوي يتصدم بحد شرح له بطريقه مش مظبوطه، بصمجه بتاع، كره الرياضه في اولى وثانيه، قال لك لا الرياضه دي ما بحبهاش، هخش بقى ادب، اخش علم علوم، يحاول اي حاجه ثانيه. وقد يكون ربنا كان خلقه مهندس شاطر بس هو اختار غلط، هو ما حاولش يجرب، ما حاولش يدور عليه. الرياضه دي معلش ماده جوهره وثمينه، لازم ادور عليه وانفض الطلب اللي عليه وادلعها وتدلعني، هي رياضه كده. هو دايما الحاجه القيمه بتكون طبعا طريق الوصول ليها صعب. طبعا لازم تدور عليه. كل اساس حاجه، كل شغل تكنولوجي كل موجود حاجه، دلوقتي كل اصلا. حاجه. معلش الترابيزه اللي معموله دي رياضه، النجار بياخد مقاسات وبيعمل عليها رياضه عشان يعمل توازنات مركز ثقل في رياضه، هو بيعملها كصنعه كحرف، هي مش مدرك ان رياضه. عشان تعمل ابلكيشن على الموبايل محتاج طبعا رياضه. طبعا. كل الذكاء الاصطناعي ده كله معادلات رياضيه في قلب بعضها. التلفزيون اللي بتشوف الشاشه اللي شغاله دي، ما دي كلها معادلات وضوء، بيطفي في حته وبيشغل في حته، ده رياضيه. تقريبا مفيش حاجه حوالينا من غير مفيش حاجه. الرياضه. مع الرياضه دي الفيزياء جت منها، الفيزياء ياخد الرياضه عندنا ويطبقها عنده في الطبيعه، فاسمها الفيزيكس. حتى طبيعه، الطريقه اسمها طبيعه، خد قانون رياضي طبقه زي على الطبيعه، يطلع بقى الحاجات الفيزياء اللي انت شغال بيها كلها يعني. فما يفهمش رياضه ما فهمها غلط في الاخر يعني.